أشاد البرتغالي لويس كاسترو مدرب فريق النصر السعودي بالأداء والفوز الكبير من 4-1 أمام الاتحاد المستيري التونسي مساء اليوم الاثنين. وقال لويس كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الاتحاد المستيري: كانت مواجهة من طرف واحد، تحكمنا في المباراة كاملة، لم نصل كثيرا لمرمى المنافس في الشوط الأول، لكن في الثاني استطعنا تحسين بعض الأمور وتحديد في تماركوس تاليسكا ولأظهرت. وأضاف: نحن في وضعية بناء، ولم نصل لمستوانا المأمول بعد، لكن في العموم لعبنا الكثير من المباريات مع القليل من التدريبات. وزاد: نهنئ لاعبين على الروح العالية التي لعبوا بها تحديدا بعد استقبال هدف التعادل، فقد صنعنا بعدها ردة فعل قوية وسجلنا 3 أهداف وأهدرنا أكثر من فرصة. وأردف: مباراتنا المقبلة ضد الزمالك مهمة جدا ومصيرية لنا، إذ ستقودنا للعبور إلى الدور ربع النهائي. وبات النصر يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الشباب السعودي، ويليهما الزمالك برصيد 3 نقاط، ثم الاتحاد المستيري من دون رصيد. وتناوب على تسجيل رباعية النصر السعودي كل من البرازيلي أندرسون تاليسكا والبرتغالي كريستيانو روندو والسعوديين البديلين عبد الإله العمري وعبد العزيز العليوت بالدقائق 42 و74 و88 و89، في حين أحرز هدف الاتحاد المنستيري الوحيد علي جامي مدفع على النصر بالخطأ في مرماه بلا دقيقة 66.